شباب المغرب يدوخوا إسبانيا في كأس العالم. يا جماعة، المفاجأة الكبيرة في كأس العالم تحت 20 سنة، منتخب المغرب للشباب كسب منتخب إسبانيا 2-0. إسبانيا اللي بنشوفها دايما من أقوى مدارس الكورة اتغلبت قدام أسود الأطلس الصغيرين. في الشوط الأول إسبانيا حاولت تفرض سيطرتها بالاستحواذ، لكن المغرب لعب بذكاء. الخط الخلفي كان متماسك جدا، وكل محاولة اختراق إسبانية كانت بتتقفل. الجمهور المغربي شجع من أول دقيقة لآخر دقيقة، ورفع الروح المعنوية للعيبة. وفي الدقيقة 54 ياسير زابيري يستلم الكورة، يراوغ ويشوطها جواول. فرحة مجنونة في الملعب. وبعدها المغرب ما اكتفاش. قبل نهاية الماتش شوية الهدف الثاني جه عشان هيقتل أي أمل عند إسبانيا. 2-0 لأسود الأطلس، وجماهير المغرب في حالة فرحة هستيرية. ما نقدرش ننسى الحارس المغربي اللي كان بطل من أبطال الماتش. تصديات خرافية، خصوصا في آخر ربع ساعة لما إسبانيا ضغطت بكل قوتها. هو فعلا حافظ على النتيجة. الفوز ده مش بس 3 نقط، لا ده رسالة قوية. المغرب عنده جيل واعد يقدر ينافس أكبر المنتخبات. المكسب على إسبانيا في أول جولة بيخلي المغرب قريب جدا من التأهل للدور الثاني، وبيدي دفعة معنوية رهيبة للعيبة والجمهور. الخلاصة: أسود الأطلس الصغيرين أثبتوا إنهم كبار على إسبانيا. بداية نارية في كأس العالم تحت 20 سنة. قولوا لنا في الكومنتات، تتوقعوا المغرب يوصل لحد فين في البطولة؟